محشي بصل يعني حد ياكل محشي بصل يعني مين؟ البصل يتشوي يتاكل مش تعمل محشي. بلاش، هاكل انا. هو شكله طعمه مغري، ادوق اقيمه يعني. استنى اجيب شوكه واجي. مش لازم تيجي، انا مش محتاجاك. حد فيكم جرب محشي البصل قبل كده؟ حد فيكم جرب محشي البصل سخن صح؟ كويس ان انا ما جربتش لسه. ده في لحمه مفرومه. ما انا مدلعاه. ليه نرميه؟ والرز اثر في حاجه؟ مش عاجبك ما تاكلش. جميل بس محشي اللحمه المفرومه ده بحسه بتاع الاغنياء. لا مش حاطين كتير. امم بص يا عماد، جميل قوي. انا جربته من فتره وما كنتش متوقعه هيطلع حلو، وللامانه طلع جبار. فالنهارده عملت تسكيره البصل حلو قوي فيه. خلطه تحفه. هي احلى ما فيه تسكيره البصل. البصل نفسه مسكر جدا. مش انت قلت البصل ما ينفعش محشي؟ يبقى موجود من هنا، امشي ما تاكلش. دي بامانه حلو. هاكلها انا لوحدي. بامانه حلو. بامانه طعمه حلو. حد جربه قبل كده؟ لو جربتوه اكتبوا في الكومنتات وقولوا لنا بتحبوه ولا لا. وايه اغرب حاجات حشيتوها؟ انا كعماد حشينا مع بعض انا وهي تقريبا. حشينا السلق، مره. حشينا السبانخ، برضو جربناها مره كانت حلوه جدا. والبصل اهو مره. انتوا جربتوا ايه محشي قبل كده غير التقليدي اللي هو الورق العنب والكرنب؟ والكرنب والبتنجان والفلفل. ممتاز. اديله كام بقى انا؟ انا امم شهادتي مجروحه على اكلي. انت هتدي رقم مش انا. انا هديكي 8. ليه 8؟ شو مش بحب اللحمه المفرومه. لو شلتوا اللحمه المفرومه 10 من 10. على فكره تقدروا تعملوه من غير لحمه مفرومه، بس لا يعني على فكره هو حلو بس انا مش بحب اللحمه المفرومه في المحشي، ده عيب شخصي يعني. مش مشكله عماد ما تاكلوش. 10 بجد 10. انا مش هتجمل. مش لسه قايل 8؟ عشان بامانه تبقوا عارفين نرمين عارفه ان انا في حاجات كده مختلف فيها عن الناس، منها مثلا تركه اللحمه المفرومه دي. بحبش محشي فطاري، بيحبوا دايما صيام يا جماعه. بحب المحشي كلاسيكي خالص اللي هو رز وخلطه. اي حاجه محشيه بحب قوي قوي يبان طعم الحاجه اللي انا حاشيها، يعني ورق العنب بيبقى ليه طعم مميز. الكرنب بنفس الكلام. الفلفل. بحس اللحمه تخش في اي حاجه تغير طعمها اللحمه صح؟ بس بتديها طعم حلو وغني، بس نقدر نعمله من غير لحمه. انت بتحبي محشي ايه؟ انا بحب ورق العنب. وانا بحب ورق العنب. وعايز اقول لكم احسن واحده بتلف ورق العنب سامي. ويعني بتحطوا، هي في عندها مشكله برضه عشان تبقوا عارفين، لما اطلب منها محشي يقول لها زودي الرز شويه. ساميه ما بتحطش رز في المحشي. مش بنقول كده. قول الحقيقه يا نرمين. لا مش بنقول كده. اللي بقول الحقيقه مش بنقول كده. بص اصل نرمين بتحب سامي قوي لا انا مش بنقول كده. انا شهدت في نفسي مجروحه، انا ما بطبلش لحد مين من لا لازم نفهم ان عماد مقاييسه مختلفه مع كل الناس. انا ليا حاجات سبيشال كده. هو معقد. وبعدين لو حبيتك في الاكل انسى ده، انا اجي لك كل يوم. لا يا جماعه، انا بعمل احلى خلطه محشي وساميه بتعمل احلى لفه محشي، بيبقى غني كده وفي سمنه بلدي، بيبقى طعمه خطير خالص. وناقص رز. عماد بيحب مقاييس عالميه يا جماعه. ورق العنب يا جماعه بتحبوه يكون غرقان ليمون ولا ناقص ليمون؟ عارفه ده هو كده رائع. مش ناقص. البصل بصراحه من مسكر. احلى الحاجات اللي انا اكلتها كمحشي. انا عن نفسي ورق العنب بالنسبه لي والبصل هم التوب. للامانه من الوصفات اللي انا حبيتها لنرمين 10 من 10. سيبكم التهريج اللي فات، هي 10. انت امبراطوره في المحشي. ميرسي. شفتي بقى لما تركزي في الحاجات اللي بتحبيها وتخرجي من السندوتشات تبقي مميزه. السندوتشات دي بتاعتي، الحاجات دي بتاعتك انت. ماشي يا عماد شكرا. انا مش بص خلاص هو احبطني فانا مش هتكلم. ما تنسوش بقى تعملوا ايه؟ فولو لسه. باي باي.